السلام أصدقاء، مرحبا بكم في قصة جديدة. ما تنسى الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبداو ما تنساش دير جيم وتابونا باش يوصلوك الحلقات الجداد. اللي تيخاف بلا ما يسمع لهاد القصة دير الكيت واجي معايا العالم السفلي. السلام أصدقاء. شي مرات الحياة تكون قاسية باش تعلمنا شي درس. تتقول غاك وكانت كتسمعني نسولها واش نستاهل هادشي اللي تدوزني فيه. راه ضروري تبكيني جوج مرات عاد ضحكني شويه، ولكن ديك الضحكه تتجي الوسط ديما عايش نفس النهايه. سميتي مروان. هاد العام تعينت استاذ في واحد المدرسه جات بعيده على المدينه. بقى شي سيمانه باش تبدا القرايه، قلت خاصني نمشي بشي 3 ايام قبل باش نعرف المنطقه والبلاصه فين خدام. سولت على البلاصه ما تيبغيوش يمشيو لها الطوموبيلات بسبب الطريق بيستو عامر حفاري، ولكن قالوا لي كاين واحد اللي تيمشي لتما ولكن غادي يحسب ليك 1000 درهم. اضطريت نخلص 1000 درهم. السيد اللي يديني قال لي راه البيستو تقل. قلت لي راه غاجو السيكان. قال لي راه غنقمر معاك الا مشات خسرت الطوموبيل نحط اكثر من 1000 درهم. راه بيست فيها 30 كيلومتر بعيد الصراحه ما فيه اللي بدا يقلب. قلت لي صافي غنمشي ما بغيتش نزيد نضيع الوقت. سلمت على مالي الدار وشديت الطريق وانا تنتامل فين غادي تيبانوا لي الديور في الجبال بعاد وحنا مكملين الطريق. الشيفور قطع لي التفكير قال لي الله يحسن لك العوان فاش تبغي ترجع. قلت لي يا ربي بعدا غنوصلوا غنشوفوا ونرجع. قال لي راه هاد المدرسه اللي غادي تقري فيها راه ما كاينش شي استاذ سال العام ما طلبش الانتقال، راه كاين كاع اللي خرج من الخدمه. سولتو علاش قال لي على ما تيعاودوا ديك المدرسه مسكونه. قلت لي ما تنامنش بهادشي، ماشي ما تنقابلش اخوتي بالجنون، ولكن انا عارف اللي تيصلي ومن بعد على علامهم وما تيقربوش ليه حتى هما. في اول ليله في المدرسه بديت تنسمع شي اصوات جايه من اقسام مجوره وصوت خطوات وسط الظلام. كنت كنشعل الضو ولكن ما كنلقى والو هنا. عرفت بلي شي حاجه ماشي عاديه كاينه في المدرسه. في النهار الثاني مشيت نشوف مكتب الاداره ونرتب شي وثائق باش نركز في خدمتي. سمعت صوت دري صغير. انا خرجت بالزربانه نشوف ما كيبان ليا والو غير الريح وشراجم قديمه. مع الشمس بدات تغرب بدا الظلام كيطيح على المدرسه. قررت نرجع للبيت باش نرتاح ونراجع قبل ما الناس. بديت تنسمع شي خطوات كتقرب من الباب ديالي ووقف. فاش حليت الباب ما لقيت والو. في النهار التالي سمعت من الناس الدوار باللي مدرسة معروفة كونها مسكونة وكاينة روح تلميذة تما قديمة مدة طويلة والشبح ديالها مازال كيدور بين الأقسام. على حسب ما قالوا أنها تيشوفوها باللي تتقرب وحدة وتتكلم مع شي حاجة ما تتبانش. واحد من السكان عاد لي القسم الثاني هو فين واقع الواقعة. الفضول ديالي خلاني نمشي نشوف هاد القسم، واخا الخوف بدا يدخل لقلبي. ملي دخلت وليت تنحس بالبرودة بحال الريح كتجي من كاع البلايص. فاش قربت للسبورة لقيت رسالة مكتوبة بالطباشير ديما كاين تمن المعرفة. انا دخلني واحد الترعيدة وحاولت نمسحها ولكن والو ما بغاش تمسح. انا حسيت بشي واحد دفعني ولحني للارض. كنت نشوف شكون ما تلقى حتى حد. وليت تنفكر بزاف في هادشي اللي ولا تيوقع ليا. وصلت ديك الوحدة د الليل خصني الماء. تفكرت البير اللي كاين حداها حيت المدرسة ما فيهاش روبينيات. كنت نوض في هاد الليل نجيب الماء زيت البيل تيبان لي واحد الضو كاين جهة البير والصوت ديال شي واحد تيسقي الماء. قلت الحمد لله كاين اللي ونسني تما. وانا غادي فاش قربت البير مشى داك الضو قلت واقيلا راه الناس مشاو قبل ما نوصل، ولكن في دماغي قلت ضروري يبان البيل او مشادين الطريق ولا يقدروا يكونوا حافظين الطريق ما تيبغوش يبقى متبع بشي واحد. فاش وصلت شعلت البيل ديالي تنقلب على شي حاجه باش نجبد الماء. ما لقيت لا اصل لا حبل. تعجبت قلت باش نسقي دابا واش هادو تا هما كل تيجيب ما اصل وحبل. واحد الساعه تنحس بلي شي حاجه تتحرك حدايا. بديت تنظر تيبانو ليا الكلاب والقطط والطيور بزاف. قلت منين جاو هادو واش جاو يشربوا تا هما؟ كيفاش ما شفتهمش فاش وصلت؟ رجعت لي واحد البنت زوينه شعرها طويل لابسه البيض قالت لي السلام. دخلت قلت لها وعليكم السلام شكون انتي؟ قالت لي انا سميتي ليلى بنت هاد المنطقه هادي وانت؟ جاوبت انا الاستاذ جديد في هاد المنطقه ولكن بصراحه حسيت براسي بحال في شي حلم جميل. قالت لي يمكن انا اللي خليته يكون زوين ولكن حتى كلام كيخليني نحس بشي حاجه مختلفه. انا قربت منها وشفت لها في عينيها. قلنا شنو اللي مختلف؟ هنا جاوبتني بحال شي حاجه كنحس بها. قلت لها ما كنتش كنتوقع نلقى شي حاجه بحالك هنا، يمكن القدر اللي جابني. قالت لي القدر عنده طريقته، واش كتامن الحب بلا مقدمات؟ جاوبتها ما كنامنش به
ولكن كنحس بيه قريب مني. جاوبتني يمكن انا السبب، ولكن واخا ما تعرفكش مزيان كنحس قلبك صافي بحال الماء. انا جاوبت يمكن هادشي اللي كان خاصني في حياتي، شي حد بحالك. يمكن هذا حلم ما بغيتش نفيق. هنا قربت لي وشدت لي في يدي، قالت لي الحلم يبقى زوين ملي تيكون حقيقي. هنا قالت لي واقيلا سمعتك تتقلب على سطل الحبل. هنا قلت لها جيت ندي شويه د الماء ولكن حاس براسي لقيت كنز. هنا قالت لي الكنز هو الطريقه د كلام. هنا بقينا تنشوفو في بعضياتنا بحال العالم توقف لهاد اللحظه. سولتها واش ديالك هاد الحيوانات؟ قالت لي هادو عائلتي. عندك عائلتك حتى انت؟ قلت لها كل واحد تتكون عنده عائله صغيره ديالو. قالت لي عاود لي على عائلتك، دابا ولينا جيران. ليلى واخا واللقاء ولكن في الهضره ما ارتحيت ليها. تي انا كان خاصني علم من خوي خاطري. الوالد ديالي معاق ما تيقدرش يتمشى، والوالده مريضه بالمرض الخايب. انا هنا جاي باش نخدم ونجمع الفلوس باش نصيفط ليها مسكينه. قالت لي هاد الشهر الاول ليا في الخدمه تمشي تخدم في الميناج على ما نتخلص انا. فسمعت ليلى القصه ديالي، قطعت الهضره وقالت لي انا قادره نرد الاب ديالك يتمشى، والام ديالك تقدر تبرا وتولي الفلوس عندك ديما. قلت لها بصح الصراحه صحابي تتنزع ليا ما حدا. قالت لي الطيور والكلاب والقطوط عائلتها. تبادلنا واحد النظرات ديال الحب عجباتني، حسيت بها وليت نعجبها حتى انا نفس الشعور. سولتها باش نعرف هاد الهضره ديالك بصح. قالت لي دابا لقيتيني ما مسالياش نتعطل على مالين الدار، حتى الغدا ان شاء الله نتلاقاو هنا. وباش تحيد من الفقر ضروري دير شي حاجه عمرك درتيها باش توصل. نتلاقاو في نفس البلاصه وهي تسلم عليا. قالت لي تشرفت بمعرفتك. قلت لها انا اللي تشرفت بمعرفتك. ومشات ورجعت للمدرسه. بقيت نسول راسي بزاف د الاسئله، ولكن وليت نحس براسي وليت نبغيها. فاش رجعت للمدرسه كنتفاجئ، الكتوبه والوثائق اللي فيهم الدروس ما كاينينش. انا عاقل حاطهم فوق البيرو، تنقلب عليهم ما لقيتهمش. تنسمع خطوات والضحك في الاقسام بحال التلاميذ كاينين، ولكن الليل هذا باش نقلب ما تلقى والو. هادشي ولا تيديرونجيني. في الطبع ديالي ماشي خواف، ولكن هادشي ولا تيخرج على السيطره. رجعت للبيت حاولت نقنع راسي باللي خاصني نتاقلم مع الوضع، واخا تنسمع شي حاجه مره اخرى خاصني تجيني عادي. الصباح الصباح في الحصه اللي عندي اليوم حاولت ما نبينش التلاميذ الستريس اللي وليت نعيش. ولكن تلاحظ باللي بعض التلاميذ تيكونوا في الحصه تنغفل عليهم ما تنلقاهمش يختفيو. تنحاول نقنع راسي بلي غاقلت الناس اللي تتخليني نتخيل هكا. التلاميذ ولاو تيفاجئوني بشي حوايج اللي ما فرصت حتى واحد، بحال الحاله العائليه ديالي. فاش التلميذه حصلتها تتنقل التمرين الصديقه ديالها وقالت لي اسمح لي استاذ الله يشافي ليك والديك. سولتها باش عرفت والديا مرض. قالت لي ما عرفتش، غنطقت بهاد الكلمه وصاف. واحد التلميذ اللي سولته على التاريخ اليوم قال لي 24، نفس العمر ديالك كاستاذ. هادشي ولا ما تيبشرش بالخير. واش انا تنقري جنون ولا كيفاش؟ حاولت نفكر مزيان في هادشي اللي تيوقع ليا. انا ما تنخافش، ولكن خاصني نثبت في حال هاد المواقف. فاش وصلت العشيه نفس الاحداث تيوقعوا، باب تيتسد بوحدو وصوت التلاميذ. هادشي وليت نولف عليه، ولكن عقلي ولا تيفكر غير في ليلى. فاش ولات قربت الوقيته اللي درت مع ليلى قلت نمشي نتسنى، حيت ما جاش بنت هي اللي تسناني. لبست مزيان ومشيت لقيتها سبقاتني. شافتني بقات تضحك، قالت لي زعما بغيتي تسبقني؟ درنا واحد الضحكه ديال الحشوميه بجوج، وجات وسلمات عليا ولابسه مزيان. لقيتها حاطه واحد الزربيه وجايبه معاها العشاء. اخيرا الحياه ولات تضحك ليا. مع جلست صونات الوالده، قالت لي اهلا ولدي بخير. قلت لها الحمد لله ميمتي وانتي؟ قالت لي الصراحه ولدي صحيحه باباك ما عجبانيش، وتي نصحتي راه الله يقوني نكمل معكم هذا العام. شكرتني الوالده بهذا الابيل. ما حسيتش بدموعي كي نازلين. قلت للوالده نقدر نجي نهار لحد نديو الوالد للسبيطار نشوفوا يعطيونا شي دواء. قالت لي فينا هما الفلوس ولي؟ جاوبتها من تما لتما يحل الله. قطعت لابيل بيني وبين دماغي ما كذباتش مهمتي، راه منين نجيب الفلوس؟ ما حسيتش. لقيت ليلى تتمسح ليا دموعي. قالت لي مال الزين ديالي، هاد الهضره كنت محتاجها من ليلى، واخا كلمه معنويه بغيت غير شي واحد يحس بيا. جاوبتها غا الوالد زاد عليه الحال، والوالده المرتي انتشر ليها في الجسم ديالها، وانا يلاه تخرج ما عنديش الفلوس. قالت لي انا نعاونك غا مسح دموعك. قالت لي عندي شروط الا بغيتي برا نتزوج بيك. صدمت قلت لها كيفاش؟ يلا تعرفنا غير البارح وانتي عارفه ما عنديش باش نصرف عليك. قالت لي عارفه كاع داكشي تتفكر فيه. فاش ليلى تدوي معايا تلاحظ عيناتي حمارو، وديها مره تيبان فيهم شعر وتختفي.